قبل الكلام عن ماتش الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، اركن الماتش على جنب. جماعة، هو الأهلي امتى هيفوز بمجهوده؟ الأهلي امتى هيفوز بصفقاته اللي بالملايين اللي بيجيبها؟ الأهلي امتى هيفوز؟ هو الأهلي لازم بمساعدة تحكيمية انه يفوز عشان ياخد بطولات او ينافس على البطولات؟ الاهلي قصاد سيراميكا في اخر دقيقه في الماتش، الاهلي مغلوب الاهلي فايز 2-1، وفي كوره لسيراميكا، الكوره بلانتي، يعني كورتين او لعبه واحده فيها اتنين بلانتي او ضربتين جزاء. سيبك من الاولى، خلينا في الثانيه. الكوره بلانتي جامد يا جدعان، الكوره بلانتي واضح، الكوره حتى الفار ما استدعاش الحكم. غيروا بقى، غيروا. نفسي تغيروا. انا نفسي اشوف الاهلي ده بيفوز بطريقه جديده كده. عايز حاجه شيك، عايز حاجه طريقه كده، طريقه فيها مساعده بس بطريقه تانية. لازم التحكيم، لازم نقطه التحكيم، لازم التحكيم يساعد الاهلي. الاهلي بيعمل صفقات، الاهلي بيجيب صفقات، الاهلي بيدفع رواتب، الاهلي بيجيب مدربين اجانب، الاهلي بيجيب صفقات. الاهلي وفي الاخر الاهلي زي ما هو. الاهلي عايز مساعده تحكيميه. يعني ايه الاهلي يبقى فايز 2-1 والكوره بلانت على الاهلي في اخر دقيقه والحكم حتى ما يرجعش للفار؟ ارجع للفار، الفار يجيب الحكم. عشان كده انا بقول ان تقنيه الفار برضو هي ملهاش دخل. يعني انا بشوف ان هي مش المتحكم الاول الحكم في الماتش. الحكم لو فيه عنده ضمير هيرجع للفار، ولكن الاهلي بيفوز على سيراميكا بمساعده التحكيم كالعاده. طيب ندخل على ماتش الزمالك النهارده بيفوز على بيراميدز في نصف نهائي السوبر بركلات الترجيح، في مباراة شهدت تألق جميع لاعبي الزمالك باستثناء كام لاعب هقولهم طبعا في التقييمات. ولكن الزمالك النهارده ادى ماتش على الورق كويس، ومقارنة باللعيبة اللي موجودة، ما هو بمقارنة باللعيبة اللي موجودة الزمالك ما كانش مستحوذ، ولكن الزمالك كان في التحولات كان ممتاز. كان بينقصوا طبعا الفاعليه على المرمى، او بينقصوا لعيبه قدام، او بالمعنى الحرفي او المعنى الاصح كان بينقصوا لعيب هجام بيعرف ياخد الكره ويجري 3-4 متر، او ان هو ياخد المهاجمين في ظهره، او ان هو حتى يقف على الكره لحد ما زمايله يجوا ويعملوا التحول الهجومي. الزمالك للاسف ما عندهوش مهاجم يقدر ان هو يستند عليه، ولا مهاجم بالمعنى الحرفي، الا ممكن سيف الدين الجزيري. وحتى سيف الدين الجزيري جات له كوره في اخر الماتش اللي شاطها بيمينه. يا جماعه دي بتشوط بالشمال، دي الف ب. انت الكوره دي بتشوط بالشمال، الكوره جايه لك على شمالك، انت لسه هتعدل رجلك اليمين وتجيب عليك اليمين، او تمرجح رجلك اليمين عشان تعرف تشوط الكوره. جماعه انت مهاجم رجلك الاثنين شغاله، ما هو انت مش ميسي. ما هو ميسي رجله اليمين مش شغاله عنده بنسبه، يعني مثلا لا تتخطى ال 30%، ومع ذلك كان بيجيب بيها اهداف. بس انت مش ميسي، يعني انت مش ميسي عشان تكون متمكن من الكوره وتقدر تشوطها برجلك اللي بتعرف تلعب بيها. اداء ممتاز من الزمالك دفاعيا، جيم عالمي بل تاريخي من احمد ابو الفتوح. لعيب لما بيلعب بديله حقه، ما بيلعبش او لما بيلعب بيأدي بشكل سيء ما بدلوش حقه، ده طبيعي. انا راجل، انا هشوف انت بتأدي بتعمل ايه في الملعب وهديك حقك، مفيش ما بيني وبينك اي حاجه. انا راجل مشجع، انا بحب الزمالك، انت في الزمالك اذا انا بحبك، انا ما بكرهش حد في لعيبه الزمالك. انت راجل في الزمالك، لك مني كل الدعم. ما بتأديش كويس، لك مني كل الانتقاد وبشكل محترم طبعا. وده ليه بيكون الانتقاد؟ عشان انت بتلعب في نادي الزمالك، النادي اللي انا بشجعه، وعشانك عشان عايز اشوف منك اداء محترم، اداء يليق بنادي الزمالك. الزمالك في الشوط الاول حاول اكتر من مره في التحولات الهجوميه، فيهم اللي نجح ان هو يوصل لمرمى بيراميدز ولكن ما شكلش اي خطوره. يعني كوره ناصر ماهر اللي اداها لمحمود بنتايك، ومحمود بنتايك انطلق وما كانش فيها فعلا فاول، ما كانش فيها اي حاجه. وفي كوره ثانيه برضه في الشوط الاولاني اللي عمر جابر، الكوره اتحولت له من محمد شحاته ناحيه اليمين، وعمر جابر فضل ماشي، وكان محمود بنتايك فاتح له وما لعبهاش لمحمود بنتايك
عرضيه او حتى بينيه. عمر جابر يا جدعان يعني ده كابتن نادي الزمالك، اداؤه سيء سيء سيء. عمر جابر انا بشوف ان هو لعيب بيتقدم في العمر ومستواه بيكون وحش، على الرغم انه المفروض يكون العكس. انت وانت صغير بتكتسب بعض الخبرات مع تقدم العمر، فبالتالي بتكون كويس. ولكن عمر جابر العكس، كل ما ترجع لورا كل ما يكون افضل. مش افضل جامد، ما كانش السوبر ستار، ولكن كان افضل من كده. الزمالك برضه في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني الزمالك ما كانش كويس. في اول 10 او اول ربع ساعه الزمالك كان وحش، بيراميدز كان مستحوذ ووصل ببعض الكور للمرمى، ولكن الزمالك قدر ان هو يقف على رجله من تاني وان هو يلعب على التحولات، ونجح في كوره اكتر من مره. يعني شيكو بنزا في كوره وصلت له في اخر الماتش من محمد اسماعيل، كوره حلوه قوي، ولكن تصرف بشكل سيء جدا. شيكو بنزا المحير، شيكو بنزا بيعرف يعدي برجله واسع، ولكن بحاله من الاسترخاء والاستهزاء. بحس عنده لا مبالاه. لعيب امكانياته كويسه، بشوفها كويسه، وفي وقت تاني بشوفها سيئه، ولكن في المجمل ما ينفعش انك تعتمد عليه حتى كبديل وطبعا كاساسي. وقدر الزمالك برضه في اخر الماتش ان هو يوصل بالتحولات هجوميه عن طريق عبد الله السعيد لما عمل بينيه لسيف الدين الجزيري، زي ما قلت ان هو كان يشوطها او يحطها بشماله في الضيقه او في نص المرمى من كباري الحارس. عجبني طبعا ناصر ماهر اللعيب اللي انا هديله حقه في التقييمات. فنخش على التقييمات. في حراسه المرمى محمد عواد عامل ماتش عالمي النهارده، فياخد 8/10. عمر جابر كان سيء ولكن ياخد 5/10. احمد فتوح ماتش عالمي 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 بمعنى الكلمه، ولا غلطه النهارده، فياخد 9/10. وفي رايي ان هو كان يستحق برضه راجل المباراه. يعني لو كان هو اخذ راجل المباراه ما كنتش هقول حاجه. ناصر ماهر ياخد راجل المباراه برضه مش هقول حاجه، ولكن النهارده احمد ابو الفتوح ادى ماتش عالمي بمعنى الكلمه من معنى. محمود حمدي الونش برضه ادى ماتش عالمي بمعنى الكلمه، فياخد 8/10. محمد اسماعيل عنده بعض الهفوات ولكن دي هتيجي مع الماتشات، فياخد 6/10. وطبعا عجبتني قوي 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 حته ان حسام عبد المجيد ما يلعبش. بامانه برافو احمد عبد الرؤوف، برافو احمد عبد الرؤوف. حته ان حسام عبد المجيد ما يلعبش دي حركه وحاجه ما تطلعش غير من مدرب فاهم وغير من راجل زملكاوي، وركز لي على كلمه زملكاوي قوي 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 قوي. فبرافو احمد عبد الرؤوف. محمد شحاته ادى ماتش كويس، فياخد 6.5/10. احمد ربيع عنده برضه بعض الهفوات، بيقطع كوره بشكل كويس ولكن برضه عنده بعض الهفوات واللي هتيجي باكتساب الماتشات او باستمراريه الماتشات، فياخد 5/10. ناصر ماهر رجل الماتش، الراجل اللي بينزل وبيستلم الكوره بيطلعنا لقدام، الراجل اللي بيعرف يغير اتجاهاته. يا جماعه دي حاجات من اللعيبه الاوروبيه اللي بيشوف، طبعا كلنا بنشوف كوره اوروبيه، فانت بتلاقي هناك اللعيبه يعني كوره. يعني بص على كل حاجه، حته ان بدري بيلف حوالين نفسه ديت، الحاجه دي ده ترند يعني بيطلع ان هو بيبقى تريقه على بدري. يا جماعه الحركه دي كان تشافي بيعملها، تشافي هرنانديز كان بيعملها، انيستا بيعملها، ميسي نفسه كان بيعملها. مفيش حاجه اسمها لعيب بيلف حوالين نفسه، لا، في حاجه اسمها لعيب بيعرف يمتص الضغط وبيعرف يطلع فريقه من تحت الضغط وبيعرف يغير اتجاهاته. فناصر ماهر عنده الحته دي. طبعا مش بنفس الكواليتي اللعيبه الاوروبيه، ولكن بالنسبه لنا احنا هنا بنشوفوها حاجه مبهره. يعني هات لي لعيب كده عندك في مصر باكملها في الدوري المصري، لعيب زي ناصر ماهر في استلام الكوره، في انه يطلع في 1 على 1، مش هتلاقي. ناصر ماهر النهارده كان الخطوره بتبدا من عنده، او الخروج بالكوره كان بيبدا من عنده لما كان هو بينزل يستلم الكوره من قلوب الدفاع او من لعيبه نص الملعب. فناصر ماهر النهارده رجل المباراه. وحتى البلانتي بصراحه الشوطه نفسها ممتازه، ان هو يلعبها على الارض بالطريقه دي وان هو شاطها بسويرف بحيث ان هي تروح برده في النص. فناصر ماهر 10/10 ولكن ياخد
9.5 عدي الدباغ. عدي الدباغ مش عارف بيصاب بيطلع، مع انه كان كويس يعني مقارنة بامكانياته، كان كويس النهارده في مركز الجناح، كان كويس. طبعا مش قام بزيرة اللي احنا مفتقدينه، واتمنى انه يلحق ماتش الاهلي، مش عارف هيلحق ولا لا، اتمنى، ولكن كان كويس نوعا ما. عدي الدباغ ياخد 4/10. عمرو ناصر مش مهاجم نادي الزمالك، سيء. مش مهاجم نادي الزمالك، مش بتاع التحامات، مش بتاع جري، مش بتاع فك، مش بتاع مشاكسه، لا، مش شكل نادي الزمالك خالص، مش لعيب نادي الزمالك خالص، فياخد 2/10. محمود بنتايج كان كويس النهارده في الانطلاقات، ما جاتوش كور قد كده، ولكن كان كويس، كان فراك، كان بيحاول، فياخد 6/10. التبديلات: عبد الله السعيد مقارنة بعمره أو بلياقته البدنية أو بالبلنتي اللي جابه كويس كبديل كويس. عبد الله السعيد ياخد 5/10. أحمد شريف حلو وحش حلو، ولكن برضه مش لعيب نادي الزمالك، بحسه ان هو مش لعيب، او بشوف ان هو مش لعيب نادي الزمالك. يعني نزل ادى بشكل كويس نوعا ما، في انطلاقه عملها على جنب كانت كويسه، نقلت الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وكان في الانطلاقه دي كان كويس، فياخد 5/10. سيف جعفر ما عنديش كلام اقوله غير على سيف جعفر، غير الكلام اللي انا قلته في الفيديو اللي قبل كده. سيف جعفر بيلعب في نادي الزمالك، سيف جعفر بيروح نادي بيراميدز، سيف جعفر بيرجع تاني نادي الزمالك، سيف جعفر قاعد على الدكه، سيف جعفر ما بيطورش من نفسه، سيف جعفر المره دي 1/10. شيكو بنزا بذل مجهود في شوط الرأس اللي عملهم بعد الماتش اكتر من اللي عمله في الماتش. شيكو بنزا ياخد 1/10، وده عشان الرأس بس. سيف الدين الجزيري عشان البلنتي، عشان التنفيذ البلنتي الصعود لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، سيف الدين الجزيري ياخد 6/10. لولا البلنتي ده سيف الدين الجزيري كنت هديه 1/10، وعشان بحب سيف الدين الجزيري. أحمد عبد الرؤوف لو بتعرض عليا بيب جوارديولا، يورجن كلوب، سير أليكس فيرجسون، جوزيه مورينيو، وأي مدرب تاني، أنا مش عايز غير أحمد عبد الرؤوف إن هو يكون مدرب فريقي. أحمد عبد الرؤوف ياخد 10/10 على إدارته للماتش، وإن هو أدار الماتش بطريقة واقعية نظرا للظروف ونظرا للإصابات أو الإصابة اللي جت في خوان بزيرة، اللي يعتبر من أهم لعيبة الزمالك إن لم يكن الأهم مع ناصر ماهر. أحمد عبد الرؤوف ياخد 10/10 في الماتش ده، وخصوصا برضو على ركنه لحسام عبد المجيد في الدكة. برافو 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 أحمد عبد الرؤوف، وإن شاء الله تكمل بفوز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس السوبر. وبس كده، سلام.